يا محمد بيه. اه يا باشا، أنا لسه واصل الاستراحة اهو. لا بس الظاهر مفيش حد، انا الاستراحة فاضية. ينفع بالله عليك اروح ما الاقيش حد هناك؟ مش المفروض اروح الاقي الناس مستنياني؟ ايه؟ زمان على وصول. بقى دماغي هتتفرتك واشرب كوباية قهوة، اعمل ايه بقى؟ يا ريتني شربتها عندك في المكتب قبل ما امشي. طب ماشي، اقفل كده، رن على الواد السواد يطلع لي يعمل لي كوباية قهوة. يلا سلام. ايه يا ابني؟ اطلع لي بسرعة، سيب العربية واطلع لي بسرعة بس يلا. السلام عليكم يا فندم. اقفل الباب وتعالى يا ابني. حاضر يا فندم. امورنا يا باشا. شوف المطبخ فين كده، اعمل لي كوباية قهوة. اعمل حضرتك قهوه؟ بس انا. بس ايه؟ الكلمة اللي اقولها تتسمع. بقول لك اعمل لي كوباية قهوة يلا بسرعة. البس. حاضر. انا لسه مصايب. ايه البلاوي دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب ده المطبخ فين القهوه ولا فين اي حاجه؟ ثم انا راجل سواق ما بشتغلش في بيوت. ثم انا ما بعرفش اعمل قهوه اصلا. صبرني يا رب. طب ده هعمل له ايه ولا هقول له ايه بس؟ إيه يا ابني، انت لسه بتفكر ولا ايه؟ ما بتعرفش تعمل قهوه ولا ايه؟ ما هو بصراحه يا احمد ده انا راجل سواق ما بشتغلش في بيوت، وبعدين انا ما بعرفش اعمل قهوه. يعني ايه بيوت ولا مش بيوت؟ الكلمه اللي اقول لك عليها تسمعها. تسمع الكلام. طب يا احمد بيه، طب هي حضرتك ما وصلتش المد الايد كنت يعني؟ مضرب بالقلم كمان. لا مش هتوصل لكده يا احمد بيه عشان خاطري. مش مش توصل هينفع اللي لكده. حضرتك بتعمله معايا ده، مش تسمع هينفع. الكلمه اللي بقول لك عليها تعمل قهوه ولا تسيب الشغل وتمشي؟ اسيب الشغل وامشي؟ لا اه. هعمل لحضرتك القهوه. حاضر. طب يلا بسرعه طلعها لي. حاضر. بلاوي. انت يا زفت. اتفضل يا باشا. خد يا ابني تعال. مع انك قليل الادب ولسانك متبري منك وبترد كتير، بس ما تزعلش مني، حقك عليا، كنت مخنوق شويه كده وايه، وطلعتهم فيك. مع ان الناس كلها سواسيه وولاد تسعه. الناس كلها سواسية ولاد تسعة؟ لا يا باشا انسى الكلام ده، مفيش منه. يعني ايه يا ابني الكلام ده ايوه بتقول ايه؟ احمد بيه، نزل ايدك وانا هفهمك. اللي قال لك الجمله دي ما كملهاش لحضرتك. الناس سواسيه معروفه، بس الكلام ده عند الله امام الله في الاخره يوم القيامه، انما في الدنيا الناس درجات. ايش جاب لي جاب، هي العين تعلى عن الحاجب. كلنا ولاد تسعة عارف، بس مش مهم احنا نوصل لحد تسعة. المهم بعد تسعة في ايه. هتنزل في الدنيا دي هتلاقي ابوك راجل غني قدر يصرف عليك يخليك وسط الناس باشا، ولا هتنزل تلاقي نفسك ابوك راجل غلبان ما معهوش فلوس حتى يعلمك. ولا ايه يا احمد بيه؟ الناس ما اماتوا العين ما تعلاش عن الحاجب. انا مش طالب منك حاجه كتير، انا طالب منك بس وانت ماشي بالله عليك ابقى دوس بالراحه، اخبط على الارض بالراحه عشان في نمل تحت منك. اسمع يا اخويا، اسمع. الناس سواسية هتسمعها كتير، الكلام ده في الآخرة مش في الدنيا. في الدنيا دي الناس درجات. كلنا ولاد تسعة، اللي بعد تسعة ايه؟ هتطلع تلاقي راجل ابوك راجل عامل لك ماشي مفيمك مخليك باشا معاه فلوس يرسمك على الناس تعرف تدوس عليهم، ولا هتنزل تلاقي ابوك راجل غلبان متكحرت نام على الاسفلت، راجل ما كانش معاه فلوس يعلمك. مفيش الكلام ده. الناس في الدنيا هنا الناس درجات، العين ما تعلاش عن الحاجب. اسمع يا اخويا، صاحب اللي شبهك، حب اللي شبهك، ناسب اللي شبهك، اعمل كل حاجة حلوة مع ناس شبهك. العين ما بتعلاش عن الحاجب، ما تبصش على اللي اعلى منك. اللي جاب لك حاجة عايزها، اللي هيديك هدية عايز اختها. هتعرف لما تيجي تصاحب في الدنيا صاحب اللي شبهك، اتجوز اللي شبهك، حب اللي شبهك. الناس سواسية امام الله مش في الدنيا. هنا في الدنيا الناس درجات، اللي بيبص لاعلى منه رقبته بتتكسر. سامعني عشان ما تجيش في يوم من الايام تقل من نفسك. ما تصاحبش واد باشا ابن بيه وانت راجل غلبان، عشان في يوم من الايام هتنده عليه قدام الناس مش هيرد عليك. هترمي عليه السلام مش هيرد، هيقل منك قدام الناس، عشان انت كل ذنبك ان ابوك راجل غلبان على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.